أهلاً وسهلاً يا حبايبي في حلقة جديدة عميقة وصادقة لدرجة الوجع من بودكاست كاوتش كفلستر ميت كليو. اربطوا الأحزمة عشان النهاردة هنتكلم بصراحة، مش عن الحاجات اللي شكلها حلو، لكن عن الحاجات اللي بتوجع بس برضو بتخلينا نكبر. مرحب بيك في همسات كليو، المكان اللي بنحس فيه باللي حاولنا ننساه من زمان. هنا على الكنبة دي مفيش كمال، في بس الحقيقة، في اللي بين السطور، الرقفة، الكسرة، والنفس اللي بعد البكة. النهاردة هحكي لك عن حاجة كانت ساكتة جوايا سنين، حاجة عاملة زي الجرح القديم، مش باين بس أول ما تلمسه بيوجع. دي حكاية وولدة تانية جواها، حكاية وجع وكسوف وضياع وحب، بس مش الحب الناعم اللي بنشوفه في الأفلام، الحب اللي بتتحرقي فيه، اللي بيكسرك وبيخليكي برضو تكملي تعيشي. من اللحظة دي حسيت إني ضعت، من يوم ما بقى إني أكمل أهم من إني أحس. كنت متكسرة من جوه، مش بس من أهلي لكن كمان من أول تجربة أمومة. أولاً إجهاض متعمد، وبعدين سقط، وفي نفس اليوم اللي مات فيه حماية، الإنسان اللي كنت بحبه بجد، مش عشان لازم بس عشان روحه كانت حلوة، كان شايفني من غير ما أتكلم. الله يرحمه. كنت بين خسارتين ومش عارفة على مين أعيط، بس الحزن ما كانش خيار، مش دلوقتي. ما كنتش عايزة أكون اللي تقول لأحمد إن أبوه مات. بلعت الوجع ودفنته تحت الواجب والمسؤولية. ما كانش عندي استعداد أكون رسول الخسارة، كنت عايزة واحد فينا بس يقدر يتنفس من غير ما يعرف الحقيقة. فكملت زي كل مرة. خرجت من المستشفى بعد 3 ساعات من السقط، حجزت الطيارة واتضبط شنطة، روحت جبت أحمد وتصرفت كأن ما حصلش حاجة، ولا دمعة ولا ضعف، بس ابتسامة صغيرة بتحاول تمسك الدنيا اللي كانت بتتهد جواي. في آخر الشهر السادس قالوا لي نقدر ننهي الحمل، ممنوع بس ممكن. وساعتها حسيت الدنيا سكتت، قلبي وقف لحظة، وبعدين صوت جوايا قال لأ، أنا بحب الكائن ده اللي الناس القاسية كانوا بيسموه الفضائي، ولو هموت عشانه أموت وأنا جنبه. كانت الساعة 11 بالليل، كنا عند أهلي، الكل نام، أحمد قاعد قدام التلفزيون. جهزت شنطتي زي العادة، مكركبة بس منظمة بطريقتي. فرشت نفسي على الكنبة، غطيت نفسي، وفجأة إحساس غريب، لحظة بتقسم حياتك قبل وبعد. مية نزلت، اتجمدت، مش فاهمة، وأول حاجة جت في دماغي يا مصيبتي بليت الكنبة. خجل قبل الوجع حتى. قلت لأحمد، كان تايه وأنا كمان، بس أظهر لأ. صح أمي وأخويا محمود اتصل بالإسعاف، قالوا لي لازم أتنقل وأنا نايمة عشان المية ما تنزلش أكتر. فاكرة الضوء وصوت السيران، إيدي كانت بتترعش وأنا بحاول أعمل نفسي قوية. فضلت 7 ساعات في المستشفى، 7 ساعات بين الحياة والموت. الممرضة رفضت تدخل أمي، خلت أحمد بس. بعدها سمعتها بتقول كنت عايزة أشوف الكائن الفضائي. ضحكت زمان وأنا بحكيها، بس دلوقتي مفيش ضحك، ده وجع مغلف بعادة. رفضت البنك، قالت لي استحملي، انتي قوية. وكنت مطيعة، بريئة، ساكتة، واستحملت. اتنفس الوجع بصوت خفيف بس كفاية اسمعه أنا. ولدت بنتي زي ما كنت بعيش حياتي، ساكتة، من غير دوشة، من غيري.
ودلوقتي لما بشوف الفيديوهات ما بشوفش قوة، بشوف وجع، بشوف بنت صغيرة اتعلمت تكون هادية حتى وهي بتنزف حياة. وبعدين بعد 7 ساعات اتولدت سارة، بنتي، قلبي، أول حب حقيقي وكامل في حياتي. كانت سليمة بخير عكس كل التوقعات. معجزة صغيرة، صوتها عالي، معرفتش أبكي ولا حتى فرح، كنت فاضية بس جوايا سلام. صوت صغير جوايا قال أنا عملتها. سارة كانت الدليل إني لسه عايشة حتى بعد ما اتخربت من جوا. كانت عنادي، صرختي، نوري. في أيام بصحى فيها وجسمي بيفتكر قبل عقلي. مفيش نفس، مفيش جوع، إحساس غريب زي فراغ بيشدك من جوا. والنهاردة صحيت وأنا مناخيري بتنزف دم. شكلها حاجة بسيطة بس أنا عارفة ده جسمي اللي بيقولي أنا فاكر. قصتي مش في دماغي بس، في جلدي، في دقات قلبي، في كل خلية فيا. ويمكن دي هي البداية الحقيقية للشفاء، لما الجسم هو كمان يتعلم إن الكابوس خلص. يمكن دي مش النهاية، يمكن دي أول السطر. عشان الشفاء مش هدف، هو طريق هادي حتى لو بيوجع. دايما بفكر إزاي التغيير بيبدأ بهدوء بس بيصدى جوه قلبنا زي صوت عالي للي كان ساكت. ودي اللحظة اللي يجي فيها دورك. عايزة أعرف منك إيه اللي حركك النهاردة؟ إيه الفكرة اللي علقت في بالك؟ ولا الإحساس اللي خبتيه زمان ورجعلك؟ اكتبيلي تحت في الكومنتات أو على آخر بوست على إنستغرام على صفحة كوتش جفلستر ميت كليو. أنا فعلا بقرأ كل رسالة بنفسي، ولو تعرفي حد لازم يسمع الحلقة دي ابعتها له. أوقات كلمة واحدة كفاية تنور طريق حد. لو حسيتي إنك مفهومة النهاردة اعملي لايك، تابعي البودكاست وخليكي معايا عشان اللي جاي لسه أجمل. لحد الهمسة الجاية يمكن هناك تكمل الحكاية. بوسة من كليو.